عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ الفيديو رد على سؤال من اسئلتكم. وهو ازاي اعود اولادي على الصلاه، ازاي احبب اولادي في الصلاه، ازاي اخلي اولادي ملتزمين في الصلاه وما يفوتوش الفروض. اول حاجه يا حبيبتي، لو اهم حاجه ان يكون الطفل شايف باباه ومامته بيصلوا. يعني ما تطلبيش منه لو كنتوا مثلا باباه ومامته مش ملتزمين في الصلاة. يعني ازاي الطفل هيحب الصلاة؟ ازاي الطفل هيعرف الصلاة اصلا؟ ازاي هيلتزم في الصلاة؟ فاول حاجة لازم باباه ومامته يكونوا ملتزمين في الصلاة. الطفل لما بيشوف امه وابوه بيصلوا في البيت، هو لا اراديا من اول ما بيكون عنده سنة، من اول ما بيخطي، حتى هو بيحبي بيوطي على الارض كده وبيعمل حركات السجود والركوع وبيقلد الصلاة. البنت بتروح تجيب الطرحة وتلبسها على راسها وهي مش فاهمة هي ايه، وتقف جنب مامتها بتقلد. فأول حاجة في الصلاة هي انه يقلد امه وابوه، يقلد اهله. بعد كده بنبدأ في مرحلة ان انا افهمه يعني ايه الصلاة، يعني ايه هو بيقف يصلي، دي قيمتها ايه. انا عاوزة افهم ابني ان انا لو عايز اكلم واحد صاحبي بتصل بيه في التليفون، لو انا عايزة اكلم ماما بروح لماما وبنده على ماما وبكلمها. طيب لو عايز اكلم ربنا وربنا يكلمني اعمل ايه؟ بروح اتوضى واقف اصلي، ومجرد ما بسجد او عايز ادعي، هو ده ربنا، كأن انا بكلم ربنا. عاوزة ازرع جواه ان هو لو عاوز طلب، لو نفسه في امنية، في دعوة من ربنا، ان هو هيكلم ربنا ازاي. اتوضى يا حبيبي وروح صلي واطلب من ربنا. لو ابني نفسه في لعبة جديدة اجيبها له، لو هو خايف من الامتحان، لو هو متضايق من اي حاجة، اعوده من هو صغير ان هو يفضفض لربنا. اعوده ان ربنا اول اتجاه يدور عليه، اول ما يبقى متضايق خايف نفسه في حاجة يطلبها من ربنا. ازرعوا الفكرة دي في اولادكم، ان انت لما تكون بتحب تكلم ربنا روح صلي. انا كمان اطلب منه يدعيلي، اعمل رابط بين ابني وبين ربنا. اقوله ربنا اللي خلقنا، ربنا اللي قادر على كل شيء، انا مثلا تعبانه النهارده، ادعيلي وانت بتصلي. دي صدقوني يعني بتعمل رابط روحي كبير جدا جدا بين الطفل، من اول ما بيعرف يعني ايه صلاه، يعني ايه دعاء. اطلبي منه ان هو يدعيلك. الطفل لو ولد، اشتري له كده جلابيه بيضه حلوه، وعوديه ان هو ينزل يصلي مع باباه. لو بابا طول الاسبوع في الشغل ومش موجود في اوقات الصلاة وكده، خليه حتى على الاقل يوم الجمعة. يوم الجمعة اهتمي ان تبقى جلابية بيضة، وان انت تاخد شاور قبل ما تروح الصلاة، وتسرح شعرك وتغسل وشك، وتحط برفان وتلبس الجلابية البيضة الحلوة، علشان خاطر انت رايح صلاة الجمعة. ويروح مع باباك جامع ويشوف الناس وهم بيصلوا الجمعة. يا ريت لو جامع كبير كده ويكون شكله حلو فيه زخرفة جميلة. دي الحاجات دي بتعظم قيمة الصلاة في قلب الطفل. الولد بيحب يحس ان هو راجل كبير. اول حاجة تحسسه ان هو راجل كبير ان هو باباه كده ياخده ويروحوا يصلوا الجمعة مع بعض. دي بجد هي دي من اوائل الحاجات اللي بتعلق قلب الطفل بالصلاة وبالجامع والخطبة والشيخ والناس. وده يعتبر عيد المسلمين. وكمان يوم العيد لازم يعني مهم قوي ان انت تعودي ابنك في يوم العيد ان هو يصلي صلاة العيد في الساحة مع باباه والناس، ويشوف فرحة العيد في صلاة العيد دي. يعني ويوم في رمضان يا ريت لو بابا يقدر ياخده في التراويح. لازم نفهم اولادنا شعائر الدين، صلاة الجمعة والتراويح وصلاة العيد ورمضان، ونفهم اولادنا الدين عن طريق الفرحة والبهجة، عن طريق الحاجات الحلوة. ان الله جميل يحب الجمال. جميل يحب الجمال في لبسك وانت رايح تصلي، في ريحتك، في شكل شعرك، في كل حاجة.
يحبوا الجمال في صوتك وانت بتقرأ القرآن، يحب الجمال في صوتك وانت بتدعيه وانت بتطلب منه. يعني ان انا اعلق قلب ابني بربنا وبالصلاة، يعني بتهيألي هي دي يعني اكبر عمل صالح ممكن انا اعمله في حياتي، ويستناني بعد ما اموت وانا في قبري يجيلي حسنات من ان انا ربيت ابني انه يصلي. ابني بيصلي الظهر، ابني بيصلي العصر يعني. ويا ريت لو نقدر نصحي اولادنا لصلاة الفجر بجد يعني. لو ما عملتش في حياتي حاجة غير ان انا اعلم اولادي القرآن والصلاة دي كفاية عليا. يبقى اول حاجة قلنا عليها القدوة، تاني حاجة الفرحة كده بالجلابية البيضة بمروحه مع بابا في الجامع بانه بقى كبير. تالت حاجة ان انا اعوده على الدعاء، وان هو يدعي ربنا، يحكي لربنا، يشكي لربنا، ان انا اطلب منه ان هو يدعي لي، وان انا اعرفه ان ربنا ده اول جهة تروح ليها. يعني هو اللي قادر على كل شيء، قادر ان هو يغير احوالك ويغير لك الظروف عشان تسهل لك حياتك. علموا اولادكم بالمعنى ده، مش بالضرب ولا بالزعيق ولا بالعنف. صلي صلي صلي، لا، خدوهم باللين. اول 7 سنين يقلدوكم، تاني 7 سنين تعلموهم، لازم تعلموهم. وان شاء الله مش هنوصل لمرحلة ان اضربوهم عليها يعني، لان هو الطفل ان شاء الله يحب الصلاة من نفسه مش هيسيبها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله.